بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا لسه مخلصة غسيل، قلت بقى اما ادخل اشوف ايه المطبخ. لسه من الصبح بغسل، يعني خلصت، يعني غسلت وخلصت. وبعد ما نشرت بقى الدنيا قالت شتا، عومت الغسيل. قلت عادي يعني مش مشكلة. هجيب مشمع ان شاء الله المرة الجاية، اعمل حسابي بقى للشتا. بس المية بتاعت الشتا بصراحة بتبقى نظيفة يعني، حلو. فخلصت الغسيل، قلت بقى ادخل اشوف بقى هعمل ايه. دخلت المطبخ، والله ما بيخلص، يعني الشغل ما بيخلص. هم دولت شوية الاطباق دول بتوع الفطار، قلت ادخل بقى ايه، اغسل المواعين دولت واشوف اعمل غدا ايه. فبفكر بقى اشوف انا عايزة اعمل غدا ايه، محتارة. اقول اعمل كشري، النهاردة بقى الجو حلو اهو، تعمل كشري. وبعدين قلت لا، انا جبت كرنب الصبح، وجبت خضرة وشبت وطماطم وكرنب. بصراحة شكله كده هو مقطوع، شكله هو جاي من الارض كده. شكله اخضر وحلو، قلت لا ده يبقى طعمه حلو، اعمله طازة كده. فقلت اخلص بقى واعمل ايه، محشي خس. كنت جايبه خس شكله جميل كده، قلت اعمل ايه، انا بحب محشي الخس بصراحه. قلت انا اعمل محشي خس، وهعمل كرنب. امبارح انا كنت عامله برضو في عندي شوربه، كنت عامله لحمه وبسله. فالشوربه بقى حطيتها في الفريزر. وعندي برضو شويه لحمه كده، هعملهم احطهم في قلب المحشي، يعني هعملهم 3/4 سوا، واحط اللحمه في قلب المحشي في الارضيه كده. فقلت يلا كده النهارده ان شاء الله يبقى ده الغدا بتاعنا النهارده. فالمطبخ ما بيخلص والله، يعني ما يوم الغسيل بالذات انا بخلي الغسالة شغالة وبغسل مواعين اول باول كده. بس الغسيل النهاردة كان كتير. خلصت الغسيل بقى ونشرت ومسحت الحمام ومسحت خلصت كل حاجة كده. قلت لا، خليني مركزة مع الغسيل ومع النشير، وبعدين بقى ايه ادخل اعمل الغدا عادي. احنا لسه بدري يعني اهو، كنا لسه حوالي الساعة 2 كده. قلت بقى ادخل بقى اعمل المحشي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ما تنسوش تحطوا لايك، حطوا لايك يا حبايبي. وربنا كده يخليكوا ليا، وان شاء الله كده يا رب قناتي تكبر بيكم يا رب. ربنا يخليكوا كده وتكون. الكرنب اسعاره حلوة دلوقتي، الكرنب يعني بقى نزل، يعني ما شاء الله. الشارع مليان على الصفين كرنب، لان فعلا المعد الكرنب زارعين كله شتوي. فالاسعار بتاعته بقت حلوة، مش غالية بقى، اللي ب8 اللي ب10، مش تبع الحجم الكرنبة يعني. انا ما جبتش كرنبة كبيرة، جبتها كرنبة كده صغيرة كده وسط يعني، ب8 جنيه. قلت كويس عشان هعمل معاها ورق خاص. الورق الخاص بيبقى حلو يعني، فقلت هعمل ورق خاص بقى معاه. فيلا بقى الواحد يتجدعن كده بسرعة. ويوم الشتاء اصلا ما شاء الله كده بيبقى يوم قصير مش شوية تلاقي العصر بيدن شوية بسرعة كده، اليوم قصير. كده خلصت المواعين بقى اهو، وابدأ ايه احط المية عشان اسلق الكرنب. المية تغلي، احطها بقى واعمل بقى اجيب الكرنب اقطع. ازيكم يا احلى متابعين. كده بقى خلصت كده،
هو يوم الغسيل بصراحة بيبقى يوم كله بصراحة حركة بقى وبسرعة عشان تخلصي وكده، فخلاص الحمد لله. أركز بقى. جبت الشبت والخضرة، جايبة ياما والله. الخضار كتير في الشتاء ما شاء الله. وجبت الكرومبة ديت ب8 جنيه، بس هي شكلها أخضر وحلوة يعني. اغسل الخضار بقى واجهز على ما تكون المية غلت بقى بتاعت سلق الكرنب. اكون انا غسلت بقى الخضرة بتاعت المحشي والطماطم ضربتها في الخلاط. الحاجات دي بعملها والمية قبل ما تغلي بقى كده. وكون انا الحاجات اللي هي بتاعت المحشي دي تكون بدأت اخلصها يعني. اخرط الخضرة واضرب الطماطم في الخلاط، اللهم صل على سيدنا محمد. واعمل الكرنبة، اور الكرنبة كده، امسكها اورها من النص كده من القلب. هي مسكرة عشان لسه مقطوعة وجاية، فطعمها مسكر. حط شوية ملح في المية وشوية كمون، عشان الكمون بيخلي ريحة المحشي حلو. واحطها على العروق بقى، الناحية اللي هي اللي فيها العروق دي، تنزل الكرنبة مقلوبة كده. اضرب الطماطم بقى في الخلاط. كل ده حوالين والكرنب بيتسلق يكون الحاجات دي اتعملت. بس الكرنب ما بياخدش يتقلب على طول، ما يكملش دقيقتين ويتقلب على الناحية التانية والورق يطلع على طول، عشان الكرنب الشتو ما بيستحملش كده. سلقت الكرنب، امسكه بقى اقطع على قد المحشي. عايزة المحشي كبير، عايزاه صغير، امسكه بقى اعمله الخروع الورق ده واقطعه على قد المحشية. من الصبع من عايزاه صغير طبعا، هو احسن محشي اللي يبقى صغير. لا ورقها ياما يعني، هي صغيرة كده بس تلاقي الورق بتاعها ياما ما شاء الله. دي كلها الورق بتاعها الصغيرة دي طلع منها ورق ياما. والخس بقى حطيته في المية السخنة، بس يا دوب اغطس ورق الخس واطلعه على طول. ما بي يعني يا دوب اطفي النار واغطسه واطلعه. كده اول حاجه حاجه اللي انا بوسخها اشطفها ورايا عشان ما اعملش مواعين تاني. اي حاجه مكان يعني سكينه، حاجه مخرطه بها بصل، اغسلها ورايا عشان بس ما يبقاش فيه مواعين تاني. المواعين لما بتبقى اول باول والمطبخ رايق كده، الواحد بيعرف يشتغل بقى حلو ويعرف يطبخ كويس. محبش مواعين حواليا وانا بعمل اكل، عايزه الحاجه نظيفه حواليا كده. اخرط البصل بقى كده كده. لا هسلق اللحمه 3/4 سوا كده، مش كتير يعني، هي لحمه باقيه من امبارح فقلت احطها في قلب المحشي. وعندي الشوربه في الفريزر برضو طلعتها، شوربه برضو حلوه لسه عاملاها امبارح كده وتقيله وحلوه. كده احط بصلتين وطماطمتين للشوربه للشوربه دي. احط بقى شويه فلفل وشويه حبهان والملح. دي بقى البصل بقى اعمل الصلصه. اخرط حوالي 4 بصلات كده. المحشي
المحشي بيحب بصل ياما. اهم حاجة المحشي بالذات بيحب البصل. في حتتين دهنة كده هشوح بيهم البصل مع الزيت، بيخلي طعم المحشي حلو برضه. خرط البصل بقى كده، قلت يلا. هو المحشي بيحب حاجات يعني كده ما شاء الله عليه، يعني يبقى دسم وحلو. ازيكم يا احلى متابعين؟ متنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. تابعوني كده يا احلى حاجة في حياتي والله. كده بقى اعمل البصل بقى كده. انا الرز بقى يعني ايه، هغسله على ما تكون الصلصة اتسبكت. هكون انا بقى غسلت الرز. المحشي حالا ما بياخدش وقت والله. ليه؟ لان على ما تكوني بتعملي حاجة بعمل حاجة فريحة كده. يعني انا ما اسبك الصلصة تكون اتسبكت، يكون الرز اتغسل والخضرة اتخرطت كده. كده الطماطم حطيتها تتسبك بقى الايه، الصلصة. كده غسلت الرز واقعد بقى ايه. ما بياخدش وقت والله المحشي، بالذات محشي الكرنب بيتلف بسرعة، ثواني. احط شطة واحط كمون. هو المحشي روحه الكمون بصراحة. واحط شوية بابريكا واحط الخضرة والشبت والملح، واقلب بقى كله في الصلصة مع بعض. وشوية نعناع بصراحة. ما خرطت شوية نعناع كده اخضر على الصلصة، بتخلي المحشي ريحته طعمه حلو مع الخضرة كده. ورحت واخدة شوية نعناع كده حلوين ومخرطاهم على الصلصة، بيخلي بصراحة طعم المحشي حلو. واقعد بقى اتسلى بقى كده. انا بحب المحشي الصوابع بتاعته صغيرة. يعني انا لو ما بقاش مستعجلة بعمل الصوابع صغيرة خالص، بيبقى طعمه حلو. وشكل المحشي وانت بتفضيه كده بيبقى صوابع رفيعة كده، بيبقى طعم شكله جميل. والورق بتاعها ما شاء الله، الورق بتاعها حلو يعني، مش مقطع ولا لا، مسلوق حلو. يلا، هو بصوا الاكلات يعني الواحد بيحب الحاجة اللي هي ايه، الحاجة اللي اي حد يسأل بتحبوا ايه اكتر، اللي بيحبوه اكتر اعمله. طالما الاكل ده بيبقى الواحد تبع ما بيحب الحاجة يعني. بسرعة. لكن ورق العنب بيبقى بيعطل شوية. لا، الكرنب على طول بقى الورقة طويلة وتقطعي منها، تلفي والكرة في ايدك عادي كده، وتقطعي على قد المحشية عادي زي ما تحب، زي ما انا بحب بعمل يعني. لا ما شاء الله الورق بتاعها كتير. الشتا بقى عندنا الشارع يعني شكلها السنة دي، الشتا عند السنة دي هيبقى ياما بقى. انا لقيت الدنيا بقى السما اتفتحت. قعدت ادعي والله، واقول ساعة الشتا كده هتلاقوا شتا والدنيا مغيمة ورعد، او الدنيا في رعد كده. تدعوا الدعاء بيستجاب والله في الشتا. يعني الدعاء احسن حاجة ساعة ما تلاقي فيه شتا. ادعي، ابواب السما بتبقى مفتوحة. ربنا ان شاء الله يسعدكم كلكم ويوفقكم وينجح اولادنا يا رب واولادكم. يعني الدعاء ده احسن حاجة في الدنيا، بتطلعك من اي محنة او من اي حاجة. الدعاء ونعم بالله.
كده هزود بقى الشوربة، حطله الشوربة. انا خلصت لف كده، عندي الشوربة بقى دهيت، هحط بقى الشوربة. وحطيت اللحمة طبعا في الارض، في القعر كده، في اول سطرين بعد سطرين حطيت اللحمة كانت 3/4 سوا. احط الشوربة بقى كده، والشوربة ما تكونش كتير، لا يعني ما تغطيش اخر سطر، ما غطوهوش ابدا، ما بحبوش المحشي لما يبقى مفرفر كده بيبقى مفلفل وحلو. كده بعد ما عملت المحشي قال لي ده احنا عايزين صينية مكرونة. آه، شفت بقى الحكم بقى، في حد عايز مكرونة. آه، بنتي اللي عاملاها بصراحة، قالت لي لا انا هعمل صينية مكرونة. قلت لها خلاص ماشي اعمليها. عملتها وهي اول مرة تعملها بصراحة، بس جميلة، والله المكرونة طلعت جميلة. طرية وحلوة ازاي يعني، ما شاء الله عليها. قالت فرح المحشي انا عايزين ناكله كمان صينية مكرونة. قلت لها طب اعمليها انتي بقى. عملتها هي وطلعت اول مرة تعملها، والله طلعت جميلة. اتفضلوا بقى اتغدوا معانا، بألف هنا وشفا، اتفضلوا.